تخيل معايا المشهد ده يا صديقي، 90 دقيقة كرة قدم، مدرجات مليانة جماهير وناس بتشجع وناس تانية بتصرخ من الحماس وحكم بيصفر بنهاية المباراة. مشهد طبيعي جدا وبنشوفه كتير، لكن بعد أسابيع قليلة بس البلدين أو المنتخبين اللي كانوا بيلعبوا المباراة دي كانوا بيقصفوا بعض بالطيارات ودباباتهم بتتحرك على الحدود وآلاف الناس بتموت. وعلشان نوصل للسؤال المرعب هنا، هل ممكن مباراة كرة قدم تشعل حرب بين بلدين؟ وهل فعلا آلاف البشر ماتوا بسبب ماتش كورة؟ ولا إن الحقيقة كانت أخطر بكتير من اللي العالم كله صدقه؟ النهاردة يا صديقي هنحكي قصة من أغرب القصص في تاريخ كأس العالم، القصة اللي الصحافة سمتها حرب كرة القدم. فمن غير كلام كتير، أنا أمين أشرف ودي حضرة نص الليل. تعالوا نرجع مع بعض لسنة 1969، قبل ما تبدأ الحرب بسنتين بس، وقبل ما أي حد يفكر في كرة القدم أصلا. كان في بلدين صغيرين في أمريكا الوسطى، السلفادور وهندوراس. على الخريطة ممكن نقول إن هما دولتين صغيرين وجيران، لكن على أرض الواقع كانوا أشبه ببرميل بارود مستني شرارة بس علشان ينفجر. السلفادور كانت دولة صغيرة جدا من حيث المساحة، لكن عدد سكانها كان كبير. أما هندوراس فكانت أكبر في المساحة بكتير جدا وفيها أراضي زراعية واسعة. علشان كده خلال سنين آلاف المواطنين من السلفادور بدأوا إن هم يهاجروا لهندوراس علشان يدوروا على حياة أفضل. وفي البداية يا صديقي كانت الأمور ماشية بشكل طبيعي، لكن مع الوقت الأعداد زادت جدا عن الحد المطلوب، وبدأت من هنا المشاكل تظهر. ومع نهاية الستينات كان في مئات الآلاف من المواطنين من السلفادور كانوا عايشين داخل هندوراس، وبدأ جزء كبير جدا من الشعب الهندوراسي يحس إن المهاجرين بياخدوا فرص العمل والأراضي بتاعتهم. والإعلام بدأ إن هو يشتغل على الموقف ده، والسياسيين بدأوا إنهم يستغلوا الأزمة، والكراهية بدأت تنتشر بين الاتنين، وكل طرف شايف إن التاني هو سبب المشاكل بتاعته. علشان في اللحظة دي دخلت كرة القدم على الخط. كانت تصفيات كأس العالم 1970 كانت وقتها شغالة، والمصادفة الغريبة إن السلفادور وهندوراس وقعوا مع بعض. وفجأة كل الغضب السياسي ده وكل المشاكل الاقتصادية وكل الكراهية المتراكمة اتحطت داخل 90 دقيقة كرة قدم. عشان نروح للمباراة الأولى في يوم 8 يونيو سنة 1969، الماتش اتلعب في هندوراس، والمدرجات كانت مشتعلة جدا وكانت متحمسة جدا، والجماهير كلها كانت متوترة بشكل مش طبيعي. ومن الليلة اللي قبل الماتش على طول بدأت مضايقات لجماهير ولاعبي السلفادور. كان في أصوات كلاكسات عربيات وزمارات وهتافات وإزعاج متعمد طول الليل. وتقريبا احنا بنشوف الكلام ده في قارتنا الافريقيه احنا بس، لدرجه ان بعض اللاعبين ما عرفوش ان هم يناموا في الليله اللي قبل المباراه دي، وعلشان نيجي لليوم اللي هيتلعب فيه الماتش. وفعلا صفاره الحكم تصفر وتبدا ال90 دقيقه، والماتش كانت نتيجته متقاربه جدا، لكن في الدقيقه الاخيره تقريبا هندوراس سجلت هدف الفوز والملعب انفجر حرفيا من الفرحه. اما في السلفادور فبدات الصدمه. بعد الخساره اللي حصلت دي حصلت حادثة هزت البلد كلها. بنت صغيرة اسمها إيميليا بولانيوس كانت من أشد مشجعات المنتخب، علشان تاني يوم الماتش على طول تنهي حياتها عن طريق إن هي تضرب نفسها بالرصاص. القصة دي انتشرت في كل مكان، والإعلام حولها لرمز وطني، وجنازتها اتذاعت في التلفزيون وحضرها مسؤولين كبار كمان، علشان فجأة المباراة بقت قضية وطن كامل. وعلشان يا صديقي نوصل لماتش العودة اللي كان بعد أسبوع، وفعلا ماتش العودة كان في السلفادور، وهنا الأمور بدأت تخرج عن السيطرة. الجماهير كانت غضبانة جدا وكانت عايزة تنتقم بأي طريقة، والفنادق اللي نزل فيها المنتخب بتاع هندوراس اتعرضت لمضايقات عنيفة جدا، يمكن أوحش من اللي كانت هناك، وأصوات وهتافات وإزعاج طول الليل، بالظبط نفس اللي حصل للفريق السلفادوري قبل الماتش الأول، لكن المرة دي بشكل أعنف. وعلشان نيجي لليوم بتاع المباراة، ولما بدأت المباراة كان الجو أشبه بساحة معركة. كل هجمة كانت بتقابلها صريخ وتصفير من الجمهور، وكل احتكاك كان بيخلي المدرجات تولع. وفي النهاية السلفادور فازت ب3-0، لكن بدل ما الأمور تهدى بدأت إن هي تزداد سوء. بعد المباراة حصلت اعتداءات على بعض الجماهير، وفي ناس من السلفادور كانوا مهاجرين داخل هندوراس اتعرضوا برضو لهجمات. وفي المقابل زاد الغضب في السلفادور، والإعلام في البلدين بدأ يصور الطرف الآخر كعدو مش منافس رياضي، والناس كلها بقت بتتكلم على الحرب أكتر من كرة القدم. لكن محدش خد باله إن كان لسه في مباراة فاصلة هتحدد المتأهل فيهم
لكأس العالم عشان نوصل للمباراة رقم 3 والمواجهة الأخيرة اللي اتعملت في المكسيك في أرض محايدة. لكن وقتها كان التوتر أعلى بكتير من أي وقت تاني، والمدرجات وقتها كانت مليانة، والعالم كله بيتابع علشان بعد مباراة مجنونة جدا تنجح السلفادور في الفوز وتتأهل رسميا. لكن بعد الاحتفال حصل حاجة أخطر بكتير. السلفادور أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع هندوراس، والعالم بدأ يحس إن في حاجة مرعبة جاية في الطريق. إيه هي؟ محدش عارف، علشان بعد أسابيع قليلة بس وفي يوم 14 يوليو سنة 1969 بدأ القصف. طيارات السلفادور عبرت الحدود والجيش بدأ الهجوم وهندوراس ردت، وفجأة تحولت مباريات التصفيات لحرب حقيقية. الناس كانت بتسمع أصوات الانفجارات بدل من هتافات الجماهير، والجنود بدل اللاعبين، والرصاص بدل الكرات أو الكرات الحمراء أو الصفراء، علشان يعيشوا 4 أيام في الجحيم. الحرب استمرت 4 أيام بالظبط، لكن برغم قصر مدتها أو مدتها القصيرة كانت الحرب دي حرفيا مدمرة، وسببت وراها آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المشردين، وخسائر اقتصادية ومادية ضخمة جدا، وعائلات كاملة فقدت ولادها. والعالم كله كان وقتها واقف مصدوم، ازاي يوصل الأمر لحد حرب؟ تفتكروا إن كان الحرب دي سببها كرة قدم ولا لأ؟ عشان نوصل لأهم نقطة في القصة كلها، الحرب ما كانتش بسبب كرة قدم ولا حاجة، دي كانت مجرد الرواية السهلة، الرواية اللي انتشرت في الصحافة. لكن الحقيقة كانت أعقد من كده بكتير. المشاكل بين البلدين يا صديقي كانت موجودة قبل المباريات دي بسنين طويلة كمان، أزمات اقتصادية، نزاعات على الأراضي، خلافات سياسية، ومشاكل هجرة، وعداوات متراكمة على مدار السنين. لكن مباريات كأس العالم كانت هي الشرارة الأخيرة اللي ولعت في الحوار ده، الشرارة اللي فجرت كل حاجة مرة واحدة، زي ما نقول عود كبريت وقع على برميل بنزين فحصل الانفجار. علشان نوصل لنهاية القصة يا صديقي، الحرب انتهت، لكن أثرها فضلت سنين طويلة جدا، والعداء أو العداوة بين البلدين استمر. أما العالم ففضل يذكرها باسم واحد بس، حرب كرة القدم. ولحد النهاردة لما شخص بيقعد يتفرج على ماتش كرة قدم من الصعب جدا إن هو يتخيل إن لعبة هدفها المتعة والترفيه كانت في يوم من الأيام جزء من قصة انتهت بالمدافع والطيارات والدم. والغريب إن ملايين المباريات اتلعبت عبر التاريخ، لكن مباراة واحدة منهم بس دخلت التاريخ باعتبارها المباراة اللي سبقت حرب حقيقية، حرب راح ضحيتها آلاف البشر، وبدأت من تصفيات كأس العالم. وبس كده يا صديقي، ده كان اللي عدى النهارده. ما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك اي ملاحظه على الفيديوهات او حابب نقول اي قصه جديده. وسامحونا على التقصير بتاعي، لكن احنا بنحاول نلتزم على قد ما نقدر. خلال فتره كاس العالم هيكون في فيديوهين اسبوعيا، وكل فيديو او كل حلقه فيهم هتكون خاصه بكاس العالم وبحادثه حصلت في كاس العالم. واوعدكم ان هيكون في قصص انتوا ما سمعتوش في اي حته مره تانية. وبس كده، كان معكم امين اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي.